28 ساعة كانت كفيلة بتخليد هذه الأغنية لأكثر من 37 سنة وستزيد إن شاء الله. يا بلادي واصلي، كلمات وألحان الدكتور والفنان العملاق إمام الطرب أبو بكر سالم بالفقيه. في عام 1400 بالضبط أتقابل أبو بكر سالم مع الدكتور محمد عبده يماني الله يرحمه ويغفر له ويسامحه، وكان وزير الإعلام هذيك الأيام. عشان كده أمس قلت لكم افتكروا هذا الاسم كويس. وكان اللقاء في المدينة وكان معاهم الدكتور أحمد زكي يماني. الدكتور محمد عبده يماني وزير الإعلام قال لي أبو بكر، قال له في مؤتمر كبير راح يقام في الطائف إن شاء الله بقيادة الملك خالد الله يرحمه، وراح يكون في زعماء الدول العربية كلهم موجودين، فنبغى منك حاجة لو سمحت. فقال له نبغى منك أغنية وطنية نعرضها في المؤتمر قدام كل الزعماء بترأس الملك خالد. فأبو أصيل قال له خلاص إن شاء الله أبشر، راح يكون الموضوع متوفر عندكم خلال الأيام الجاية بإذن الله. فيقول أبو أصيل ركبت الطيارة وعلى مصر على طول. هو في الطيارة في الطريق إلى مصر كتب كلمات الأغنية، وهو يكتب الأغنية لحن الأغنية. وهذا الشيء يمتاز به الله يشفيه ويرفع عنه إمام الطرب أبو بكر سالم، إنه هو يكتب الكلمات يلحن في نفس الوقت، الاثنين يخرجوا سوا، الكلمات والألحان. وكان كمان يمتاز بهذه الميزة الله يرحمه ويغفر له ويسامحه الشاعر حسين المحضار، كان يكتب ويلحن في نفس الوقت، كله يخرج مع بعض. طبعا زي ما هو معروف إنه أبو بكر سالم وعم حسين المحضار كانوا ثنائي لأكثر من 50 سنة تقريبا. يقول نزلت القاهرة والاستوديو جاهز ولقيت الفرقة جاهزة وبدينا ننوت اللحن على طول. الفرقة قالت اللحن، سجلت الموسيقى، أبو أصيل دخل سجل صوته، أخذ الشريط وعلى جدة على طول وسلموا للدكتور محمد عبده يماني الله يرحمه. هذا كله صار في خلال 28 ساعة فقط، بالكتابة، بالتلحين، بالتسجيل، بالرجعة، بالتسليم. زي ما هو معروف عن أبو بكر سالم إنه صاحب ثقافة عالية جدا وتاريخ كبير وعنده مخزون لغوي لغة عربية ضخمة. فهذا الشعر فيه ذكاء لأنه من الأشعار المفتوحة اللي ما هي مقيدة لا بزمان ولا بمكان ولا في أسماء أشخاص معينة. في بيت في الشعر فيه ذكاء خارق جدا. خلونا نسمع هذا البيت مع بعض. على الرغم أن الأغنية كانت في زمن الملك خالد الله يرحمه ويغفر له ويسامحه، وكانت في عام 1400 هجري زي ما ذكرنا، إلا أنه أبو أصيل هنا يستبق الأحداث ويصر بأنه يقول في أبياته خادم الكعبة الشريفة والمدينة حيث سيد المرسلين، كأنه يستخرج من مخزونه الأدبي والثقافي أنه ما تقدم الدولة للحرمين الشريفين يستحق أن يكون لقب حاكمها خادم الحرمين الشريفين. ليش قلت كأن أبو بكر سالم استخرج من مخزونه الثقافي والأدبي؟ لأنه في عام 1400 هجرية لسه ما كان لقب الملك خادم الحرمين الشريفين، وفي عام 1986 اللي هو ما بين 1405 إلى 1406. خلونا نشوف مع بعض ايش صار. باستبدال مسمى صاحب الجلالة بلقب أحبه ويشرفني أن أحمله وهو خادم الحرمين الشريفين. أتشرف بأن أكون باسم خادم الحرمين، أما صاحب الجلالة هو رب العزة والجلال. رحمة الله على الملك فهد أصدر أمر بتغيير لقب ملك المملكة من صاحب الجلالة إلى خادم الحرمين الشريفين. أغنية يا بلادي واصلي من عام 1400 لمدة 37 سنة ما شاء الله، وهي ماسكة صدارتها في الأغاني الوطنية وستزيد بإذن الله. وأعاد تسجيلها وتوزيعها من جديد إمام الطرب أبو بكر سالم بالفقيه في دويتو مع ولده أصيل أبو بكر سالم بالفقيه.
وسبب أنه هذه الأغنية الوطنية وأغاني وطنية ثانية الفنانين آخرين مسكت مكانها إلى الآن في صدارة الأغاني الوطنية هو الإخلاص في النية والصدق في العمل والحس الوطني الفني الملموس في الكلمات والألحان والآداء الصادر من المطرب. وبالمناسبة ترى في علاقة صداقة صادقة طويلة عميقة بين إمام الطرب أبو بكر سالم وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظهم جميعا. وبس والله يا أخوانا، كانت هذه قصة أغنية يا بلادي واصلي للفنان الكبير العملاق إمام الطرب أبو بكر سالم بالفقيه.